شهر ديسمبر اللي فات نزل الموسم الثاني من مسلسل سكويد جيم. كل الموسم الاولاني منه نزل في 2021 وقدر انه يحقق نجاح كبير، ويمكن ده اللي شجع صناعه انهم يعملوا الموسم الثاني. وده شيء كان يخوف في الاول، لان الموسم الاول كانت قصته كويسه ومستقله بذاتها وطرحت اسئله فلسفيه كتير حوالين النظم المستبده والطبقيه. فاول حاجه هتيجي في مخك ان الموسم الثاني ده هيبقى مجرد موسم تجاري استكمالا لنجاح الموسم الاول، ولكن مع مشاهده الموسم هتعرف ان كل ده غلط، وانه مش مجرد موسم غرضه المتعه والترفيه، ولكن كمان قدر انه يطرح اسئله تانية ويناقش قضايا جديده هنتكلم عنها في الفيديو ده بالتفصيل. ولكن محتاجين نفتكر شويه حاجات في الموسم الاول قبلها. في بدايه الموسم الاول بنشوف ان مبتكرين اللعبه في الحقيقه ما ضحكوش على المشاركين، كل واحد فيهم لما لعب لعبه الدكشي قبل ما يتم دعوته للعبه اتذل عشان ياخد الفلوس قبلها كتير واتضرب لحد ما قال يا بس. وهنا تتجلى فلسفه اللعبه او فلسفه النظام المفروض على البائسين دول، اما انك تجتهد وتكسب وتجيب فلوس، او تبقى انسان بلا قيمه بيتذل ويتضرب واحيانا كمان بيتقتل وكانه حشره حقيره ملهاش لازمه. وبعد ما اللاعبين بيروحوا الجزيرة وبيلعبوا أول لعبة وبيعرفوا القواعد وإن الخسران بيتقتل، بيحصل تصويت زي ما قوانين اللعبة بتنص، عشان لو الأغلبية مش عاوزة تكمل الكل بيقدر يخرج. وقتها بقى لما حصل شغب، القائمين على اللعبة قالوا محدش يعطل العملية الديمقراطية دي. هي فعلا تبان من بره ديمقراطية، ولكن نظام اللعبة زي أنظمة كتير من بره بس يبان فيه حرية وعدل وجميل، ولكن جواه دايما بيحصل غش وخرق للقواعد، حتى من القائمين على اللعبة نفسهم اللي بيكسروا القواعد عشان مصلحتهم الشخصية، زي الجماعة بتوع تجارة الأعضاء مثلا. وكمان اصلا ازاي تقدر تسميها عمليه ديمقراطيه وهي لعبه مبنيه على القتل والذبح؟ ده غير انك كمان تلعبت بمشاعر المشاركين وخليتهم قبل ما يصوتوا على طول يشوفوا الحصاله وهي عماله تتملي فلوس، وكله بيبص لفوق عليها وكانها العنايه الالهيه اللي هتنقذهم من كل مشاكلهم. النظام العادل جدا بتاع اللعبه هو اللي لما في لاعب قتل لاعب تاني بره سياق الالعاب بسبب خناقه تافهه على الاكل، فضلوا ساكتين وما اتكلموش مع انهم كانوا واقفين وشاهدين على الموقف، واتعاملوا مع اللي مات بس على انه شويه فلوس زياده في الحصاله، مجرد رقم. اصل ليه هنهتم بشويه فقرا جعانين بياكلوا في بعض؟ خليهم يموتوا بعض، خلي الحياه تنضف منهم ومن امثالهم. دول مجرد عادات على المجتمع ما بيقدموش حاجه ليه. لا وكمان في الاخر كل ده يطلع مرتب ومنظم من اللعبه نفسها، هم اللي ادوا الاكل قليل قاصدين عشان يبدا اللاعبين انهم يتخانقوا مع بعض. 확실한 거지? 내가 탈락하면 이들 이집트 끝장이야. 그런 걱정은 오늘 밤이나 잘 넘기고 해. 무슨 소리야? 안에서 싸움이 날 거야. 일부러 음식을 적게 주고 싸움을 유도하는 거지. 다음 게임을 하기 전에 약한 것들은 미리 숟가내는 거야. 다 게임의 일부라고. فعلا بعد ما بتطفي الانوار بتبدا العركه بالليل، ونشوف تجسيد حقيقي لفلسفه الضروريه المجتمعيه، البقاء فقط للاصلح، مفيش مكان للضعيف، زي برضو النظره النيتشويه للانسان الاعلى. الفيلسوف نيتشه كان شايف اننا عشان نقدر نوصل للانسان المتطور او المتفوق لازم نبقى بنمتلك القوه والشجاعه، ان العالم ده المفروض انه يكون ملك للاسمى والاقوى بس. وعشان ما تفتكرش ان المسلسل بيبالغ في الاسقاط على الواقع، عاوزك تفتكر معايا واحد من اهم الاحداث في التاريخ، الا وهو الحرب العالميه الثانيه. وقتها وزي ما هو معروف طبعا كانت الفتره اللي توحش فيها النظام النازي بقياده الزعيم ادولف هتلر، النظام اللي كان متاثر برضه بكونسبت الدارونيه المجتمعيه وفكره نيتشه عن الانسان المتفوق، وده اللي خلاهم يبيدوا اي عرق ضعيف في نظرهم، اليهود والمثليين والاعاقه والقايمه الطول والطول. وفي اخر الخناقه القائمين على اللعبه بيدخلوا ويوقفوها ويعدوا كام واحد مات عشان يعرفوا بس هيزودوا فلوس قد ايه في الحصاله، ارقام زي بالظبط ما النازيين كانوا بيرقموا اليهود في معسكراتهم. النظام ده برضه هيوريك قد ايه هو عادل وصالح. وبص بقى اللي بيخالف القوانين عندنا وبيكسر اهم قاعده وهي المساواه بيحصل له ايه؟ مهما كان نظام قاسي هيفضل يرسم الصوره الحلوه دي حوالين نفسه، وده بيبرر ليه مبتكرين اللعبه اختاروا ان المكان يبقى الوانه زاهيه وجميله، وبيشغلوا فيه موسيقى راقيه وسيمفونيات، والجنود بتوعهم لابسين بينك وبيتكلموا بمنتهى الاحترام والادب. نيجي بقى لتاني موسم وللموضوع الاساسي اللي بيناقشه هو التغيير. احنا خلاص عارفين ان في نظام قاسي ووحش بيقتل بدون اي رحمه الناس الغلابه اللي متشبثين في العالم بالعافيه. طب ازاي بقى هنقدر نغيره؟ اول حلقه بتبقى متمركزه حوالين السيلز مان اللي بيدعو الناس للعب، وبنشوف البطل وهو بيدور عليه بقاله سنتين، ولما رجاله البطل بيلاقوه اخيرا وبيراقبوه عن كذب بيشوفوه بيعمل حاجات غريبه جدا، واللي هي بشكل ما بتعكس فلسفته اللي هي برضه تبقى نفس فلسفه مبتكرين اللعبه، ان الناس دول ما هم الا حثاله وعال على المجتمع. فبنشوفه وهو بيذل كل المشردين اللي في الشارع وهو بيخيرهم بين العيش ولعبه الحظ، واغلبهم بيختار لعبه الحظ اللي بتعبر عن مكسب طويل الامد، ولكن محدش فيهم حالفه الحظ. وبعدها بيجيب العيش وبيدوس عليه عشان يوريهم قد ايه ان اختيارهم كان غبي ومعتمد بشكل كامل على الحظ. هم في نظره شويه كسالى عاوزين كل حاجه على الجاهز، وبيعتمدوا على الحظ مع انهم قدم لهم مساعده حقيقيه وملموسه متمثله في حته العيش اللي عرضها عليهم.
في تاني حلقة بقى البطل أخيرا بيقدر يوصل للقائد، وبتدور ما بينهم محادثة بيتقال فيها جملة مهمة من القائد، وهي إن اللعبة مش هتنتهي إلا لو اتغير العالم. يعني هم شايفين إنهم بيحاولوا يغيروا العالم وبيقدموا له خدمة جليلة، وهم بيحاولوا ينظفوه من الناس دول اللي برضه القائد وصفهم في المشهد ده زي ما وصفهم السيلز مان إنهم مجرد حسالة ليس إلا. بعدها القائد بيذكر فيلم ذا ماتريكس، واللي ما يعرفش فيلم ذا ماتريكس فهو فيلم بتدور أحداثه حوالين شخص بيكتشف إنه عايش في عالم افتراضي، وبينضم لمجموعة من الثوار بيحاولوا يخرجوا من العالم ده، واللي برضه كان إسقاط على فكرة التغيير والتمرد والتحرر من الأنظمة المستبدة. واللي زي ما قلنا ان دي التيمات الرئيسيه اللي بيناقشها الموسم. وفعلا بيروح بطلنا للجزيره اللي بيحصل عليها الالعاب تاني. مع بدايه اول لعبه بيبدا انه يحذر الناس ان الخساره هنا مش مجرد خساره، لكن ده بيعني موتهم. بس ما حدش بيصدقه، بيقولوا عليه مجنون. وده بيظهر قد ايه الناس اللي اتعودوا على الذل والعبوديه بيستغربوا تماما اي حد بيشوفه انه عايز يصلح المجتمع او يبحث عن الحريه، وبيعتبروه مجنون. ولكن بعد ما اول حد بيموت بيبداوا يصدقوه على طول. وهنا الكاميرا بتبقى حرفيا بتتكلم لما بيتاخد كادر كلوز على وش البطل ومخبي وراه راس الدميه، واللي هي مفروض جهاز استشعار بيرصد اي حد بيخسر او بيخترق قوانين اللعبه. والمقصود من الكادر ده هو ان بطلنا بقى مكان الدميه، بقى هو المتحكم في الناس دي لانهم صدقوه، وما بقاش النظام المتمثل في الدميه هو اللي مسيطر زي الموسم الاول. خصوصا ان البطل هنا علمهم شيء مهم جدا، وهو اهميه النظام والتعاون، لان ناس كتير كانت هتخسر لولا انهم كانوا واقفين في صفوف ورا بعض. وعلمهم انهم كمان ممكن يخترقوا القواعد والقوانين، لكن اهم حاجه ما يتشافوش، لان لو النظام لقطهم او جهاز الاستشعار يعني في الحاله دي هيكون مصيرهم هو الموت. وبعد ما بتنتهي اول مرحله بنعرف ان في الاصدار ده من اللعبه اللاعبين بياخدوا امتياز جديد، وهما انهم بيقدروا يصوتوا بعد كل لعبه ويقرروا هيكملوا ولا لا. وكمان لو قرروا انهم يمشوا الجائزه النقديه اللي اتملت في الحصاله لحد المرحله اللي وصلوا لها هتتقسم عليهم بالتساوي، بدل ما كان القانون في الموسم الاول بيقول ان لو اللاعبين قرروا الخروج الجائزه بتتوزع على اهالي الناس اللي ماتت مش اللي كسبوا. فكره عبقريه من اللعبه وخلت نظامها يبان عادل وحلو اكتر، ولكن في داخلها فكره قذره بتحفز طمع كل واحد من اللاعبين، بتخليه يطلع اسوأ ما فيه، خصوصا لما يعرف ان موت شخص بيعني زياده 100 مليون ون في الحصاله. فكانت حركه ذكيه من اللعبه انها تعمل القانون الجديد ده. لا وكمان كل ما يحصل تصويت هتدي بادج بيعبر عن الاختيار اللي انت اخترته، وتخليهم يقفوا منفصلين، عشان بدل ما يحصل اتحاد بين اللاعبين ضد نظام اللعبه لا تفرق بقى ما بينهم احسن، وتخليهم ينقسموا الفريقين مختلفين بيكنوا الكره لبعض، كل واحد فيهم شايف انه الصح والتاني غلط وما بيفهمش. وفي اخر العمليه الديمقراطيه الجميله دي بيصوت اللاعب رقم واحد انه يكمل لعب، عشان يبقى فرق رقم واحد بس في التصويت، وبنكتشف انه مش مجرد لاعب، وان ده القائد اللي بيشرف على اللعبه. وهنا كلنا بيتبادر لذهننا سؤال: هو ليه قرر انه ينزل ويلعب معاهم؟ وده اعتقد من الاسئله الغامضه اللي هيتجاوب عليها في الموسم الجاي، ولكن الجواب بنسبه كبيره هتبقى حاجه ليها علاقه بانه بيحاول يفهم فلسفه بطلنا جي هون وليه رجع وعاوز ينتقم من اللعبه. وبعدها بيدخلوا اللعبه الثانيه واللي بتعتمد على لعب 5 العاب صغيره في 5 دقائق عشان يقدروا يعبروا خط النهائي. بنشوف اول فريقين اللي كانوا غير منظمين تماما هم بيخسروا وبيتقتلوا، ولكن بعدها بيجي الامل متمثل في الفريق الثالث واللي يبانوا انهم ضعف، ولكن تنظيمهم هو كان سر قوتهم. مش بس التنظيم ولكن كمان كيفيه توجيه مشاعرهم بشكل صحيح عشان يقدروا يفوزوا. مش هتقدر تتغلب على اي قوه مستبده غير لو قدرت تحقق المعادله دي. عشان كده لما الفريق ده كسب الباقيين كلهم كانوا مبسوطين وفرحانين ولا كانهم هم اللي كسبوا، لان الفوز هنا مش متعلق بالفريق ده بس، ولكن كان بمثابه بصيص امل ان النظام مش اقوى منهم وانهم يقدروا يتغلبوا عليه. وبتشتغل مزيكا روك بتدي احساس بالسعاده والانتصار والتمرد وسط فرحه الكل. بعد ما اول فرقتين اتقتلوا وبس روح اليأس في الباقي، الامل بيضرب في كل الفرق من بعد فوز فريق المستضعفين ده، وبنشوف بعدها مشهد لفرق كتير بتاخد من الامل ده وبتقدر تكسب وتوصل لخط النهائي. بعدها بيحصل تصويت تاني وبتكون الاغلبيه الساحقه للناس اللي عاوزه تكمل، الناس اللي الفلوس زغللت عيونها وشايفه ان ما فيهاش حاجه لو لعبوا مره واحده كمان، مره واحده بس وهنخرج ونسدد ديوننا ونعيش ملوك، فيها ايه؟ ولكن تعالوا نشوف ايه اللعبه اللي كانت منتظراهم المره دي. المرات اللي فاتت كان ينفع التنظيم والتعاون، لكن المره دي بنرجع لنفس الدايره المغلقه اللي عماله تلف وتدور ومش ناويه تقف. هنرجع للغابه ونشوف الانسان وغريزته للبقاء ممكن توصله لايه. هنشوف ازاي القوي بيستوي على الاضعف منه، وهنشوف الغدر والخيانه، وهنشوف ازاي بنفضل مصلحتنا الشخصيه على مصلحه اقرب الناس لينا حتى. وبرضه هنشوف محاولات الانقاذ والمساعده والمشاعر الانسانيه. هنشوف حياه كامله فيها الحلو وفيها الوحش. اللعبة التالتة ما كانتش مجرد إسقاط على واقع الأنظمة الاستبدادية وتغييرها، ولكن كانت إسقاط على الواقع بأكمله، إسقاط على النفس البشرية وما يمكن أن يخرج منها إذا كان خير أو شر. التصويت اللي بعد اللعبة التالتة بتتحقق رغبة القائمين على اللعبة أكتر لما بتنقسم الآراء في التصويت بالنص بالظبط. وهنا بتبدأ العركة. الناس اللي اختارت إنها تكمل بتهدد الناس اللي اختارت العكس إنهم لازم يعتنقوا رأيهم ويصوتوا زيهم في التصويت الجاي. تحصل خناقة كبيرة ما بينهم في الحمام، وبيفقد الفريق اللي عاوز يكمل عدد أكبر من الناس، فبالتالي هيبقى متوقع إنهم يهجموا على التانيين بالليل. عشان كده بيحط بطلنا جي هون خطة للاستفادة من الهجوم ده، وإنهم يستخبوا ويستنوا لما الفريق التاني يهجم ويقتل الناس من عندهم.
ساعتها هيدخل الجنود ويحاولوا يوقفوا النزاع ده، وهنا هيهجم جيهون واللي معاه على الجنود وياخدوا منهم السلاح. ولما جيهون قال الخطه دي، يونج إيل او قائد بص له وقال له اللي انت بتقوله ده بيعني انك هتقدم تضحيه صغيره من اجل الصالح العام. فبيكون رد جيهون انهم لو ما عملوش كده الخسائر هتبقى اكتر بكتير. هنا يونج إيل بيبتسم لانه شاف جيهون وهو بيناقض نفسه، بيكره اللعبه وبيحاول ينتقم منها، وفي نفس الوقت بيعتنق الفلسفه بتاعتها، وهو اننا ننظف المجتمع من حبه ناس عشان يبقى فيه استفاده اكتر للمصلحه العامه. وده من اهم التساؤلات الاخلاقيه اللي تم طرحها في الموسم ده. هل تغيير النظام بيتطلب فعلا استخدام نفس ادوات العنف اللي هو بيستخدمها، ولا في طرق تانية احسن واكثر سلميه؟ واللي بيبرز النقطه دي اكتر ان القائد نفسه كان مجرد لاعب زمان كسب في اللعبه، وعارفين المعلومه دي من الموسم الاول، ووارد كمان كان عاوز ينتقم من اللعبه زي جيهون، وفي الاخر اعتنق فلسفتها وبقى واحد من المشرفين عليها. يمكن ده اللي هيحصل مع جيهون برضه، لان التاريخ بيعيد نفسه والمظلوم غالبا ما بيتحول لظالم. من اشهر الامثله مثلا في التاريخ الحقيقي هي الثوره البلشفيه بقياده فلاديمير لينين اللي قامت في روسيا عشان توقع نظام الامبراطوريه القيصريه اللي كان نظام مستبد. لكن بينتهي الامر بان قاده الثوره بيمسكوا الحكم، وسرعان ما بيبقوا مستبدين وظالمين هم كمان رغم شعارات الحريه والمساواه اللي كانوا بيرفعوها. وده حدث بيتكرر زيه كتير في الثورات اللي حصلت في تاريخنا البشري. وفعلا النص الاولاني من خطه جيهون بينجح وبيقدروا ياخدوا السلاح من الجنود، وبتبدا معركه شرسه بين اللاعبين والجنود بيموت فيها كتير من الجانبين. وبيكمل المسلسل انه يطرح في تساؤلات اخلاقيه تانية لما بنشوف وش واحد من الجنود واللي بيبان سنه صغير زي المشهد ده برضه من الموسم الاول. وده بيخلينا نتساءل هل الجنود دول جايين بكامل ارادتهم، ولا النظام بيستغل سنهم الصغير وبيغسل ادمغتهم وبيقنعوهم انهم بيعملوا الشيء الصح زي ما السيل زمان كان فاكر انه بيعمل عمل شريف للمجتمع. ولو مغسول دماغهم فعلا، هل كده المعركه المفروض تبقى معاهم، ولا المفروض نوجه طاقتنا كلها ضد مبتكرين اللعبه او اللي بيكونوا السلطه العليا في النظام؟ المهم ان بعد المعركه الطويله دي بيقرر القائد ان كفايه كده، وبيرجع يتخذ مكانه كمشرف على اللعبه، وبيروح لجيهون وبيقول له ان دي عواقب لعبه لدور البطل، وبيقتل صديقه المقرب قدام عينيه. لكن المسلسل ما بيخلصش هنا، وبيبقى في مشهد اضافي بيورينا اللاعبين وهم داخلين على لعبه جديده. طب يعني ايه كل ده ما جاش بفايده ومحاوله التغيير فشلت؟ هل ده عشان بطلنا مزايا اللي هو الشخص الساذج بتاع الموسم الاول وكان مدرك مفهوم التغيير بشكل غلط؟ طب يا ترى ايه اللي هيحصل له، والقائد ناوي يعمل معاه ايه؟ كلها اسئله سابها لنا الموسم ده مفتوحه، وفي الاغلب هيجاوب عليها في الجزء اللي جاي، اللي اكيد هيجي محمل بتساؤلات ومناقشه قضايا تانية. وهنا نكون خلصنا كلام على الموسم الثاني من مسلسل سكويد جيم. ما تنساش لو حابب اننا نحلل فيلم او مسلسل معين تكتبه لنا في الكومنتات.